تخيل إنك تملك العالم والكلام دوت حرفيا مش مجازا. تخيل إنك بتحكم حوالي سدس مساحة الكوكب الأرضي. إشارة بس من صوابعك بتحرك جيوش بالملايين، وكلمة منك بتغير خرايط، وثروتك فيها ذهب وألماس يكفي إن هو يشتري دول كاملة أساسا. الناس بس مش بتبص لك كحاكم، لا، بيعتبروك ظل الإله على الأرض. بيسجدوا لما موكبك يعدي، استغفر الله العظيم، يعني من الإلحاد دوت. وفجأة في غمضة عين كل ده بيتبخر. القصور بتتحول لزنازين، والحرير بيتحول لملابس قديمة ومهترئة، والناس اللي كانوا بيسجدوا هم نفسهم اللي بيسنوا سكاكينهم عشان يذبحوه. وكل الأمر دوت بيحصل في ليلة، الليلة اللي التاريخ وقف فيها مذهول ومرتعب، الليلة اللي اتحققت فيها نبوءة شيطانية قالها راهب مجنون قبل ما يموت. والنبوءة ديت كانت نبوءة انتهاء حكم سلالة رومانوف اللي استمر 300 سنة، وفجأة بتنتهي سلالتهم في أقل من 3 دقايق. فملف النهاردة هنحاول نحكي فيه الملحمة الكاملة لسلالة رومانوف، من القصور للقبور، ومن سحر راسبوتين الأسود لرصاص البلاشفة الأحمر. فخليكوا على استعداد لواحد من أتقل الملفات في التاريخ. واحب اشكر في البدايه صديق البرنامج المميز زياد مجدي، لان هو اللي اختار القصه ديت. ونأسف لكم على الغياب ما بين الحلقات، لان حاليا انا مشغول في فتره ان انا بقدم ورقي للجيش، فادعوا لي بالاعفاء يعني وقت ما تسمعوا الحلقه ديت، دعواتكم يا رب يعني. ومن غير اي مقدمات طويله، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للبودكاست على كل البلاتفورمز. واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست من الارشيف. معاكم احمد الغنيمي، ويلا بينا نبدا حلقتنا. بتبدأ أحداثنا في الأول إن إحنا محتاجين نفهم ليه العيلة ديت كانت نهايتها بشعة بطريقة كبيرة. كان الأمر في منتهى المأساة، بس لازم نرجع لورا شوية، ندخل جوه قصر الشتاء في سان بطرسبورغ. بنلاقي القيصر نيكولا التاني، راجل طيب بيحب عيلته بس شخصيته ضعيفة كحاكم. وزوجته الإمبراطورة ألكسندرا، ست قوية ألمانية الأصل ومكروهة جدا من الشعب الروسي. المهم إن الزوجين دولت كان عندهم كل حاجة، 4 بنات زي القمر: أولجا، تاتينيا، ماريا، وأنستازيا. وكان نفسهم في ولد يبقى ولي العهد اللي هيشيل اسم العيلة. ولغاية ما فعلا بيجي الولد دوت، وأخيرا بيجي الأمير أليكسي. والفرحة فعلا كانت هستيرية، بس للأسف الفرحة ديت تكملش، لأنهم بيكتشفوا إن الطفل دوت عنده لعنة. واللعنة ديت كانت في دمه. اللعنة ديت كانت مرض الهيموفيليا، اللي هو مرض سيولة الدم. المرض دوت في زمانهم وقتهم كان يعني يعتبر حكم بالموت، ومش أي موت، لأ، الموت البطيء. بحيث إن أي خبطة، أي جرح، أي وقعة بسيطة بتتحول لنزيف داخلي ما بيوقفش. الطفل ممكن يصرخ من الألم لأيام، والموت بيبقى يعتبر واقف على الباب. طبعا الأم ألكسندرا كانت هتموت من الرعب والقهر على ابنها. تخيل ابنك قدامك وانت مش عارف تساعده، مش عارف تلاقي له علاج. ده الدكاترة الكبار كانوا واقفين عاجزين، اللي هو مفيش دواء، مفيش أمل. ولكن هنا تبدأ أحداثنا إنها تنطلق لمنحنى تاني، ومن وسط ضباب سيبيريا البارد بيظهر الشيطان. راجل فلاح أمي، شعره طويل ومنعكش، لحيته كثيفة، وريحته قذرة، لأنه كان بيؤمن إن الاستحمام بيغسل الروحانية. الراجل دوت اسمه جريجوري راسبوتين. الراجل دوت كان شكله من بعيد مرعب، وأكتر حاجة فعلا كانت فيه مرعبة عينيه، بحيث إن الكل أجمع إن عينيه كأن فيها قوة مغناطيسية كده بتخترق الروح. نظرة منه بتخليك تستسلم ليه على طول. طبعا انت هتستغرب الراجل ده ايه علاقته بقصتنا، ولكن راسبوتين ليه دور مهم جدا، بحيث ان راسبوتين دخل القصر بصفته رجل الله، اللي هو باختصار يعني راجل عنده بركات وهكذا. وبمجرد فعلا ما كان بيحط ايده القذرة على جبين الطفل المريض أليكسي ويتمتم بكلمات غريبة، كانت المعجزة بتحصل. النزيف اللي عند الطفل كان بيقف، والألم كان بيختفي، والطفل بينام في كل هدوء وسلام. انت طبعا هتقول ازاي؟ محدش طبعا كان عارف الامر. هل هو دجال بيستخدم التنويم المغناطيسي عشان يهدئ الطفل فيقل ضغط الدم؟ جايز، بس النتيجة كانت واحدة: ان الامبراطورة ألكسندرا وقعت تحت سيطرة راسبوتين الكاملة. بالنسبة لها كان راسبوتين دوت هو المسيح الدجال اللي شايل روح ابنها في ايده، ولو هو مشي ابنها هيموت. وبكده
الفلاح القذر دوّة بقى هو الحاكم الفعلي لروسيا، لإن في الأول وفي الآخر الملك أساسًا شخصيته ضعيفة، واللي بيمشّي الدنيا هي تعتبر الملكة ألكسندرا. فأنا عايزك تتخيل معايا المشهد يا صديقي، وزراء وجنرالات وأمراء واقفين طوابير قدام باب راسبوتين عشان مجرد بس ياخدوا منه البركة، أو حتى علشان يوافق على تعيينهم. ولكن على الرغم من المكانة الكبيرة جدا اللي خدها راسبوتين في المجتمع، راسبوتين فسد، بقى بيسكر كل ليلة، بيعمل فضايح أخلاقية مع ستات المجتمع الراقي، وبيهين الكنيسة، والشعب طبعا بيغلي، بحيث إن الإشاعات ملت البلد. اللي قال إن الإمبراطور عشيقته، واللي قال إن راسبوتين جاسوس ألماني، واللي قال إن القيصر يعتبر مجرد عروسة لعبة راسبوتين بيلعب فيها. فطبعا الشعب كان على آخره، والشعب كان متعصب جدا، والموضوع كان يعتبر زي الشوكة في زورهم، لغاية ما بيجي مجموعة من النبلاء على رأسهم الأمير الشاب فيليكس يوسوبوف، زوج بنت أخت القيصر. قرروا مجموعة النبلاء دولت إن الكيل خلاص طفح، ولازما يقتلوا الوحش دوت عشان ينقذوا العرش. بالنسبة لهم راسبوتين هو بقى العدو، وفعلا بيحاولوا، بحيث في يوم 30 ديسمبر 1916 الأمير بيعزم راسبوتين في قصره بحجة إن مراته عايزة تقابله. وفي القبو بتاع القصر جهزوا وليمة موت، كيكة وخمرة. ولكن على الناحية التانية الكيكة والخمرة دولت كانوا محقونين بجرعات مكثفة من سم السيانيد، جرعة واحدة أساسا تقتل الفيل في ثواني. وراسبوتين فعلا بينزل وبياكل، وقعد ياكل الكيكة كلها وشرب الخمرة كلها. والأمير يوسوبوف كان واقف جنبه بيترعش ومستنيه بس إن هو يقع ميت. ولكن على العكس بيحصل الأمر اللي بيصدمه. راسبوتين قام وقف ومسح بقه وطلب خمرة تاني، اللي هو إيه ده؟ السم مأثرش فيه؟ يوسوبوف طبعا اتجنن وطلع على فوق بسرعة، جاب مسدسه ونزل ضرب راسبوتين طلقة في قلبه. راسبوتين على طول وقع مات. وطبعا الأمراء احتفلوا ولبسوا البلطو عشان يمشوا بسرعة. وفجأة يوسوبوف حب يتأكد، وقطع الجثة كده، وفجأة الجثة فتحت عينيها. راسبوتين مسك رقبة يوسوبوف وحاول يخنقه وهو بيزمجر بصوت شيطاني. القتلة اللي كانوا بيحاولوا يهربوا اترعبوا، وبسرعة ضربوه بالرصاص تاني وقعدوا يضربوه بالعصيان الحديد. وفي الآخر قالوا لأ، قالوا إحنا لازم نعمل فيه حاجة تانية. ربطوه ورموه في نهر النيفا المتجمد، على أمل إن هم خلاص يكونوا خلصوا منه وإن هو يكون مات بجد. وفعلا لما بيلاقوا جثته بعد أيام، الناس بتكتشف إن هو مات غرقان. طبعا انت مش فاهم اللي هو ازاي مات غرقان، ده واحد اتضرب بالعصيان الحديد واتضرب بالنار، ازاي كان عايش؟ انت مدرك الامر ان هم لقوا ميه في رئته، يعني هو كان فضل عايش وكان بيحاول ان هو يفك الحبال تحت الميه، ولكن درجه الحراره بتاعت الميه هي اللي خلته يعاني وما يقدرش ان هو يلحق نفسه وغرق ومات. ولكن قبل ما يموت راسبوتين ساب رسالة، والرسالة ديت هي اللي بجد هي الأساس بتاع قصتنا. الرسالة ديت كان كاتبها للقيصر، كان كاتب له: أنا حاسس إني هموت قبل أول السنة، فلو اللي قتلني فلاحين عاديين ما تخافش يا ملك، عرشك هيفضل لمئات السنين. ولكن لو اللي قتلني أقربك، بين قوسين النبلاء، فمحدش من عيلتك ولا أنت ولا أولادك هيفضل عايش لأكتر من سنتين بعد موتي. الشعب الروسي هيقتلكم كلكم. طبعا الرسالة دي ما اتخدتش على محمل الجدية بشكل كبير قوي، بحيث راسبوتين خلاص مات في 1916. ولكن تعالوا نعدي السنتين دول، بحيث ان بعد موت راسبوتين بشهور قليلة النبوءة فعلا بدأت تتحقق. في مارس سنة 1917 الثورة البلشفية قامت. الجيش بدأ ان هو يخون القيصر، والشعب جاع وصار. القيصر نيكولا الثاني لقى نفسه وحيد ومضطر إن هو يتنازل عن العرش. ومن اللحظة دي بتبدأ رحلة العذاب. العيلة المالكة بدأت تتنقل من قصر لقصر لحد ما وصلوا للمحطة الأخيرة، جحيمهم الحقيقي، في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال.
اتحبسوا في بيت تاجر اسمه إباتيف. طبعا اللي كان حابسهم في البيت دوت البلاشفة اللي هم الثوار، بحيث ان هم كانوا مصادرين البيت دوت وكانوا مسمينه باسم مرعب. كانوا مسمينه البيت ذو الغرض الخاص. طبعا انت مش فاهم غرض خاص ايه، ولكن هتفهم بس مع الأحداث. بس استنى الأول، عايزين نفهم حياتهم كانت ازاي وهو مقبوض عليهم. لو هتتخيل حياة 5 أميرات وطفل مريض وأبوهم وأمهم في البيت دوت. نوصف لك البيت. بداية، الشبابيك. الشبابيك كانت مدهونة بالجير الأبيض عشان ما يشوفوش النور أو يدخل لهم حد، وممنوع إن هما يفتحوا الشباك غير 10 دقايق بس في اليوم. والحراس كانوا سكرانين طول الوقت وبيرسموا رسومات بذيئة عن الإمبراطورة وبناتها على حيطان الحمام عشان يشوفوها كل ما يروحوا الحمام. والأكل كان بيترمي لهم زي المساجين. والوضع ده بيفضل قائم لغاية ما بيجي يوليو 1918، والحرب الأهلية بتبدأ إنها تشتد ما بين الجيش الأبيض اللي هم أنصار القيصر، بحيث إن هم كانوا بيقربوا من مدينة كاترينبرج عشان يحرروا الإمبراطور وعيلته. وعلى الناحية التانية قادة الثورة في موسكو، لينين ورجالته خافوا، بحيث إن لو القيصر هرب هيرجع يلم الروس حواليه. فالحل الوحيد كان قدامهم الفناء، إن هم يقتلوا القيصر وعيلته. وصدر فعلا الأمر السري. بيصدر الأمر السري لياكوف يورفسكي رئيس فرقة الإعدام. جاله الأمر هكذا بالنص: لازما نخلص عليهم كلهم الليلة. وفي ليلة 16 ل 17 يوليو 1918، الساعة 1:30 بعد نص الليل، يورفسكي خبط على باب القيصر وصحاه هو وعيلته من النوم، وقال لهم بهدوء خبيث: في قلق في المدينة والثوار بيقربوا يضربوا نار. لازم تنزلوا القبو اللي هو البدروم عشان أمانكم، عشان احنا خايفين عليكم. وهناك هنصوركم صورة عائلية عشان نبعتها للعالم ونأكد إنكم بخير، فما تقلقوش. وفعلا القيصر بيصدق، أو حب إن هو يصدق، وبيلبس هدومه هو وعيلته. القيصر نيكولا بيشيل ابنه المريض أليكسي اللي كان رجله ورمة ومش قادر يمشي، بيشيل ابنه على دراعه، وبينزلوا السلم الضلمة للقبر. بيلاقوا غرفة صغيرة فاضية تماما، حيطانها مقشرة وفيها شباك واحد عالي مقفول بقضبان حديد. وعلى طول الإمبراطورة بتشتكي، اللي هو إيه ده، مفيش مكان إحنا هنقعد فيه. وعلى طول يورفوسكي بيؤمر بإن هو يجيبوا لهم كرسيين. الإمبراطورة تقعد على واحد، والقيصر ابنه أليكسي قعد على التاني. والقيصر وقف في النص، والبنات الأربعة أولجا وتيتانيا وماريا وأنستازيا وقفوا وراهم، ومعاهم الدكتور والطباخ والخادمة. وقفوا صف وابتسموا ابتسامة قلقانة للكاميرا الوهمية. عقبال ما يورفسكي يطلع يجيب الكاميرا، ويورفسكي بيخرج دقيقة وبيرجع. بس المرة دي مرجعش بمصور، دخلت وراه فرقة إعدام مكونة من 11 مسلح، كل واحد فيهم معاه مسدس وعليه حربة، اللي هو عليه سلاح يعتبر يعني. والأوضة كانت صغيرة جدا، والمسلحين بقوا واقفين وش في وش مع العيلة، بحيث إن المسافة ما بينهم كانت أقل من متر. ويرفوسكي طلع ورقة وقرا بصوت عالي وسريع: نظرا لأن أقاربك يواصلون هجومهم على روسيا السوفيتية، قررت اللجنة التنفيذية إعدامكم. القيصر نيكولا طبعا ما كانش مستوعب، لف وشه بسرعة ليورفسكي وقال له بذهول: إيه؟ يورفسكي ما ردش، رفع مسدسه على طول وضرب القيصر طلقة مباشرة في صدره. القيصر على طول وقع ميت فورا. وفي لحظة كل المسلحين فتحوا النار بشكل عشوائي وهستيري. الأوضة الصغيرة اتحولت لجحيم. الدخان والبارود ملوا المكان لدرجة إن الحراس ما بقوش شايفين هما بيضربوا مين. صوت صريخ البنات كان بيرج الحيطان. وهنا بتحصل معجزة، والمعجزة دي كانت مرعبة، بحيث إن الكابوس اللي خلى الحراس يترعبوا، البنات ما ماتوش من الرصاص، بحيث إن الرصاص كان بيخبط في صدورهم وبطونهم وبيرتد وبيعمل صوت رنة معدن. طبعا الحراس صرخوا: مش بيموتوا، دول شياطين، الساحر راسبوتين عامل لهم تعويذه. ولكن الحقيقه على بعد تاني، الحقيقه كانت ماديه بحته.
بحيث إن البنات ولإنهم كانوا خايفين إن هم يتسرقوا، كانوا مخيطين كل مجوهرات العيلة. تخيل معايا كده أرطال من الألماس والذهب جوه الكرسيهات بتاعتهم، والملابس الداخلية بتاعتهم برضو كان محطوط فيها مجوهرات. فتخيل الأمر ده كله عمل سترة واقية من الرصاص حمت أعضائهم الحيوية. ولكن ده كان أسوأ حاجة ممكن تحصل لهم، لأن موتهم ما بقاش سريع. لما الرصاص خلص والدخان عمل عيون والبنات لسه بيتكلموا وليهم صوت وبيصرخوا وبيتحركوا في الزاوية، يوروفسكي على طول صرخ في رجالته، استخدموا السنكي اللي هو السكينة اللي موجودة على السلاح، وبدأ مشهد أنا بعتذر إني أوصفه، بس ده اللي حصل. الحراس هجموا عليهم بأعقاب البنادق وبالسكاكين ديت، وضربوهم بكل وحشية على رؤوسهم ووجوههم عشان يخلصوا منهم. واستمرت المذبحة دي بالظبط 20 دقيقة. ولما الدخان هدي كان في 11 جثة غرقانة في بحر من الدم. الأمير الصغير أليكسي كان لسه بيطلع صوت إن هو بيموت. على طول ما استنوش عليه وضربوه رصاصتين في ودنه عشان يسكت. ويرفسكي مشي بين الجثث يتأكد إن الكل مات وإن اللعنة تمت وعيلة رومانوف انتهت للأبد. الساعة بتيجي 3 الفجر، وعلى طول بتخرج عربية محملة بالجثث لغابة كوبيتاكي. ويوروفسكي ورجالته كانوا في ورطة، بحيث إن هما كانوا لازما يخفوا الجريمة دي للأبد. فعلى طول قلعوا الجثث هدومها، وهنا اكتشفوا سر الدروع اللي كانت بتحمي البنات من الرصاص. وعلى طول سرقوا المجوهرات اللي كانت متغرقة دم ورموا الجثث في منجم مهجور. بس تاني يوم يوروفسكي رجع ولقى إن المنجم ده مكشوف، ممكن أي حد يشوف الجثث. فقرر يعمل الخطة البديلة والأبشع، بحيث إن هم طلعوا الجثث تاني وقطعوهم وكبوا عليهم براميل من حمض الكبريتيك اللي هي مية نار عشان تكون فاهم، وحرقوا وشوشهم عشان محدش يقدر يتعرف عليهم. شايف الفجر؟ شايف مرحلة الدناءة؟ مرحلة العذاب؟ كل دوت عشان يضللوا أي حد بيدور. وقسموا الجثث، خدوا جثة الأمير أليكسي وجثة الأميرة ماريا وحرقوهم ودفنوهم في حفرة لوحدهم بعيد عن الباقيين. والباقي القيصر ومراته وثلاثة بنات دفنوهم تحت طريق ترابي وحطوا فوقهم خشب ورمل ودكوهم عشان العربيات تمشي فوقهم وتمحي أثرهم. وفضل السر دوت مدفون ومحدش عارف هم فين لمدة 70 سنة. تخيل معايا، لسنين طويلة العالم بجد كان عايش في وهم أسطورة الأميرة أنستازيا اللي هربت وقدرت تنجو من المذبحة ديت، بحيث إن أنت هتلاقي ظهرت أنا أندرسون وغيرها وقالوا إحنا أنستازيا. أفلام كرتون وأفلام سينما طلعت عن الأميرة الناجية ديت. الناس فعلا كانت عايزة نهاية سعيدة للقصة المرعبة ديت غير النهاية الحقيقية. ولكن العلم ما بيكدبش وما بيطبطبش، بحيث إن في سنة 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي باحثين هواة عامة اكتشفوا المقبرة الجماعية تحت الطريق، وتحليل الدي ان ايه أثبت إن البقايا والعظام ديت بجد كانت عظام القيصر وعيلته. بس كان في لغز، في جثتين كانوا ناقصين، أليكسي وماريا. وطبعا هنا الأمل رجع تاني، هل هم هربوا؟ ولكن الإجابة بتيجي متأخر شوية، بحيث إن الإجابة جت في سنة 2007 لما بيلاقوا الحفرة التانية فيها شوية عظم محروق لا يتعدى حجمه كف الإيد. والتحليل أثبت إن ده عظم أليكسي وده عظم ماريا. وبكده تكون العيلة كلها مات ومحدش نجا. ونبوءة راسبوتين اتحققت بالملي، لأنه قال لهم لو قتلني حد من قرايبكم مش هتعيشوا أكتر من سنتين. وهم فعليا ماتوا بعده بسنة و7 شهور. الأمر طبعا مفيش عقل يقدر يستوعبه. وقصة عيلة رومانوف بتعلمنا درس قاسي جدا، بحيث إن السلطة والمال والجمال وكل قلاع الأرض ما يقدروش يحموا من غدر الزمان ولا من جنون البشر. وإن القبو البارد في كاترينبرج قدر إن هو يساع جثث إمبراطور كان بيملك نص العالم، زيه زي أي حفرة لأفقر فلاح في روسيا. فأيا يكن جاهك وسلطانك في العالم ما تقدرش تأمن من غدر الزمان. ودايما افتكر إن مفيش حد خالد على وجه الأرض
غير ربنا سبحانه وتعالى. وبس دي كانت نهاية قصتنا، وباشكر مرة تانية صديقنا زياد مجدي على اقتراح القصة الجامدة ديّة. ولو الحلقة دي هزّت فيك شعرة سيبوا لنا رأيكم عامةً في الكومنتات، قولوا لنا هل أنتم فاكرين إن راسبوتين كان فعلًا ساحر وعارف فعلًا والّا دي كانت مجرد صدفة مرعبة؟ وبس كان معاكم أحمد الغنيمي، وده كان بودكاست من الأرشيف، وأشوفكم في حلقات جديدة، وما تنسوش إن أنتم تعملوا لايك وfollow البودكاست على كل الplatforms، ولو على يوتيوب تفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم الإشعارات الجديدة، وما تنسوش الشير لأصحابكم عشان ده بيساعد. ما تنسونيش من الدعوات إن أنا آخد إعفا من الجيش يا رب، وأهم شيء يا رب تكونوا بخير، ويا رب كلكم تخشوا الجنة، وأشوفكم في حلقة جديدة، وسلام.